احلى وصفة هتعملوها وفي ثواني بس هتقدموها، وتعتبر تجديد واحلى طبق في حلويات رمضان هتنفذوها. يلا بينا كده نعرف الوصفة بتاعتنا دي على السريع اتعملت ازاي. مش بس كده، لا ده وصفتنا 2 في 1. ازاي هنعمل الوصفة بتاعتنا دي 2 في 1؟ كل التفاصيل هتعرفوها مع متابعة الفيديو. فيلا كده اعملوا لايك ودعم لاختكم باشتراك في القناة، ولايك يرفع الفيديو، وشيرك عشان يفيد غيرك. يلا مستنياكوا تطبقوا وصفاتي وتقولوا لي ايه رأيكم فيها. احلى الوصفات واسهلها تشوفوها معايا على قناة ايمي والعائلة. بصوا بقى ازاي عملنا الوصفة بتاعتنا دي وصفتين في واحد، وازاي من الوصفة دي حولناها لوصفة تانية. ده كل التفاصيل هنعرفها بمتابعة الفيديو. أظن مفيش جمال أحسن من كده. يلا بسرعة نسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، ونعرف الجمال ده اتعمل ازاي، ونشوف أول خطواتنا هتكون ازاي. بصوا بقى، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. مبدئيا كده أنا عندي كوباية من السكر، عليها كوباية ونص من المية، عليها رشة ملح ليمون أو عصرة ليمونة للي ما عندوش ملح ليمون، وسيبيها حوالي 5 دقايق على النار، وبعد كده اطفيها ونركنها طبعا على جنب الحين استخدامها. بصوا بقى، أنا عايزة أقول لكم ال3 قطع دول الصديق الصدوق لأي وصفة حلويات: الاسباتيولا، الفرشة، المضرب. تعالوا بقى أقول لكم ازاي هنبدأ الوصفة بتاعتنا. عملنا الخطوة الأولانية اللي هي الشربات، جهزنا أدواتنا. تعالوا بقى أقول لكم على بديل البيض بتاع الفراخ. طبعا أنا عملت لكم كذا وصفة من بيض السمان، هنطبق الوصفة بتاعتنا النهاردة ببيض السمان، واللي مش متوفر عنده بيض السمان يقدر إن هو يستبدله ببيض الفراخ. أنا هنا بقول لكم على البدايل على قد ما أقدر. طبعا بيض السمان البيضة ب1.25 جنيه. بصوا بقى، انا عندي هنا 8 من بيض السمان، ما يعادل 4 بيضات من البيض البلدي، او 3 بيضات كبار من اللي هو البيض الوزارة الابيض او الاحمر. هنحط هنا البيض وننزل برشة من بشر البرتقال. يعني هنا عندي بشر البرتقال انا كنت مجففاه ومنشفاه. يبقى هننزل بالبيض وعليهم بشر البرتقال وعليهم باكو من الفانيليا، ومعايا كمان هنا نص كوباية من السكر. خدوا بالكم من كل تركة انا بقولها، نص كوباية من السكر. قلبي بقى كل المكونات بالمضرب كده عشان ان هي تتجانس مع بعضها. هننزل عليهم كمان بمعلقة من الخل، وكل يعني كل مقدار بننزله نقلب كده عشان المكونات بتاعتنا تتجانس مع بعضها. يبقى هنا حطينا ايه؟ حطينا البيض، حطينا بشر برتقان، حطينا الفانيليا، نص كوباية من السكر، معلقة كبيرة من الخل. عندنا بقى كوباية كبيرة خالص من الزبادي، واللي ما عندوش زبادي ومش متوفر عنده زبادي، دفي اللبن على عين البوتاجاز وانزلي عليه بمعلقة من الخل واركنيه حوالي 10 دقايق. هي يعني ده البديل للزبادي. هننزل عليهم بنص كوباية من الزيت. بس كده هناخد كل المكونات، النور كان جه بقى، ونضرب كل المكونات دي في الخلاط. تعالوا بقى اما اوريكم المواد الجافة عبارة عن ايه. نص كوباية من دقيق البسبوسة، نص كوباية بس من دقيق البسبوسة، عليهم كوباية ونص من الدقيق العادي، رشة ملح، باكو بيكنج باودر. دي كل المقادير بتاعتنا الجافة. طبعا هنا انا كنت استخدمت كوباية واحدة من الدقيق، ف المقدار احتاج ان انا ازود دقيق تاني، فخدت كده ما يعادل كوباية ونص من الدقيق، عليهم نص كوباية من دقيق البسبوسة، عليهم باكو بيكنج باودر، عليهم رشة ملح. هنقلب كل المكونات الجافة مع بعض الأول، وبعدين ننزل بالمواد السائلة بتاعتنا. زي ما أنا قلت لكم هنا أنا احتجت كمان نص كوباية من الدقيق. يبقى أنا كده لتالت مرة هو بقول لكم كوباية ونص من الدقيق العادي، نص كوباية من دقيق البسبوسة، وباكو بيكنج باودر، ورشة ملح. وننزل بقى بالمواد السائلة اللي احنا ضربناها قبل كده في الخلاط. خليت معلقتين 2 بس من الخليط، وحطيت عليهم شوية كاكاو.
ده للتزيين زي ما انتوا شفتوا في اول الفيديو. وطبعا هناخدها خطوط كده بالعرض زي ما انتوا شايفين، وبخلة الاسنان على الخفيف. اوعي الخلة توصل لحد الاخر، على الخفيف بس، عشان انا مش عايزة الكاكاو يختلط في كل الخليط، يعني تبقى بس كده زي ديكور ماشي كده. يبقى بخلة الاسنان بسيط يعني في الاول كده. هندخل بقى الصينية بتاعتنا الجميلة دي او الصاج بتاعنا الجميل ده، هندخله فرن درجة حرارة 180 في الرف الوسطاني. وايه الفرن بقى حسب الفرن بتاعك. انا هنا خدت معايا حوالي نص ساعة الا 5. وورا ما تطلع من الفرن على طول اوام الشربات هيكون برد عندنا. هنبتدي ان احنا نسقيها بالسيرب البارد، اللي هو للتسكيرة بقى كوباية ونص، اسفة، كوباية من السكر، كوباية ونص من المية، رشة ملح ليمون او نص ليمونة، يغلوا حوالي يعني 4 دقايق 5 دقايق بالكتير قوي، وهتبقى معاكي بالجمال اللي انتوا شايفينه ده. ودي بتكون الوصفة بتاعتنا والوصفة الاولانية. ازاي بقى نحول الوصفة بتاعتنا دي لوصفة تانية؟ هقولك ازاي. بصوا بقى، احنا هنا استخدمنا في الوصفة دي كوباية ونص من الدقيق ونص كوباية من دقيق البسبوسة. احنا مش هنستخدم دقيق البسبوسة في الوصفة التانية خالص، وهنستخدم كوبايتين من الدقيق، ونمشي بنفس المقادير بالظبط عشان تطلع معانا النايت الجميل اللي انتوا شايفينه ده. يلا بقى، رجعنا معاكم الذكريات وعملنا احلى كيكة نايتي. اظن كلكم فاكرين الكيكة دي. بصوا بقى، انا عايزه اقول لكم بنفس الطريقه ونفس الهشاشه وجميله جدا، اللهم بارك. وبكده من وصفه واحده قدرنا ان احنا نحولها لوصفتين. يلا بقى، مستنيه تطبقوها وتقولوا لي ايه رايكم. سلام.